بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم راح نقدم لكم حلويات المعمول. حلويات المعمول هي من أصل سوري. فوتوا للمقادير: 250 غرام مارغرين ولا زبدة، 3 مغارف سكر طب، 3 مغارف حليب بودرة، 3 مغارف زيت، 3 مغارف مزهر، لافاني، والحشو. الحشو هو غرس أو عجينة التمر كما يسموها في بعض الولايات. عجينة التمر أنا كنت نحيت لها النواة، خدمتها بشويه زبده. اللي ما عندهاش زبده تقدر تخدم بالزيت، تنكهها كما تحب دير الجنجلان محمص، قرفه، كل وحده والذوق تاعها. ما عندهاش ميزان، انا كورتها عيني ميزان. فوتوا طريقه التحضير. الفرينه ما قلت لكمش عليها، تبقى حسب ما تلمت لنا لاباط. من بعد تشوفوا معايا كيفاه. هذا الطابع راح انا نستعمله. بسم الله. نديرو لا مارغرين تاعنا ولا الزبده. نستعملو كيما قلت لكم 3 مغارف سكر طب، 3 مغارف معمرين. اللي ما يحبش المعمول تاعو بحكم انه الحشو عجينه التمر حلوه ومن بعد يزيد لاباط تكون حلوه، يحب ينقص ينقص، ما يديرش 3 مغارف معمرين ينقص هكذا. انا راح ندير 3 مغارف معمرين. هذه ولا هذه 3. حليب البودره ندير ثاني 3 مغارف معمرين. حليب بودرة راح يعطيلو واحد الطراوة في الخلط. لافاني نص مغرف كبير. ثلاث مغارف فرينة، هذه اللي ما قلت لكمش عليها من قبل. 3 مغارف فرينة. مغارف فرينة. نروحو للسوائل. 3 مغارف مزهر، 3 مغارف زيت. هذه وحده، هذه زوج، هذه 3. مكونات كامل على مره. من بعد شنو نروحو نديرو؟ نضربوها بالباتور. اللي ما عندهاش باتور تقدر تستعمل يدها، برك لازم تخلط حتى الخليط يولي لونه فاتح. انا راح نخلط بالباتور. شوفوا لي الحلويات الداخل خفيفه. بسم الله، تبعوا معايا. حبيت نفهمكم في حاجه، اللي عندها الباتور تبقى تخلط حتى اللون يتبدل. روح تاني يتبدل اللون تاع الخليط. كنبقى ندير في الفرينه حتى تحصل على لاباط طريه. شوفوا المعمول ما فيهش خميره كيميائيه، ما فيهش خميره خبز. هذا اسهل معمول حين تتعلم. ما يديش مكونات بزاف. فرينه دائما تروحوا بالعقل كما قلت لكم من قبل.
كاين حسب نوع الفرينه، ما فرينه تشرب فرينه ما تشربش. غندخل يدي انا دوكا نستعملها، ما نستعملش ليكون باش نبقى دائما نحس لا تيكستور تاع لاباط. المعمول ما يريحش، بعد ما تكملوا لاباط تخلصوا لاباط تعجنوها تخلوهاش تريح. الفرينه تشرب ما عندهاش من بعد الحل. شوف ما نعجنش كما سبق وقلت لكم في الفيديو اللي فاتوا، نقطع برك لاباط بين صباعي. فرينه كنت مغربلتها من قبل، ما نزيدش الفرينه حتى نتاكد بلي الفرينه اللي درتها انا هنا خلاص بعد باش نزيد. لا تيكستور تاع لاباط تكون هي نفسها لا تيكستور تاع الحشو. علاش؟ باش كي نكون نخدم في لاباط ولا الحبه كي نوجدها نخدمها في المول الغرس ولا العجينه التمر تمشي لي في العجينه. هكذا نظن خلاص. شوفوا معايا التكستور تاع لاباط، شوف هكذا ما نزيدهاش. هذه لاباط تحصلنا عليها، كنت وريت لكم لا تيكستور تاعها. هذا طاب. انا العجينه ما نوزنهاش، شوف كيفاش ندير، كاينه فكره تستعملوها باش تحصلوا على نفس الحبه. ترمدوها في الفرينه، نتمنى تكون الصوره واضحه. تحطوها هنا تضغطوا عليها، جاتني هنا بزياده. شوف المعمول يعني الخبيطه، شوف هذه جات سوا مع الطابع. شنو راح ندير؟ نقص منها قيس الحشو باش نعرف نميز مقدار الحشو. شوفوا كيفاش نحشي، ناخذ حبه الغرس ونحشي ونكور عليهم وننم عليهم لاباط. كيف نعاود نرجعهم نرمدها في الفرينه. حنا علاه نرمدوها هكذا باش من بعد في المول ما تلصقش. لاستيوس ما بين لاستيوس راح تاعي نمشي لاباط هنا في المول بالطابع تاع المعمول ولا كيف بغيتو يسميه. نضغط بزاف باش من بعد هذا الرشام يخرج في الحبه. شوفوا كيفاش خرجت. نحطها في البلاطو. انا البلاطو ما يلصقليش، لو كنتو عندكم بلاطو يلصق لكم ترشوا بالفرينه ولا ديروا ورق الطهي. نعاود نخدم لكم خبره واحده اخرى هنا. نعاود نحشي الغرس. انا كثرت لاباط. شوف المول يعني المعمول عفوا من الحلويات اللي تحب معاونه. تقدر تكون وحده معاكم تعاونكم، وحده دير لكم الحشو في لاباط، ووحده ترمد لكم في الفرينه وتطبع لكم. شوفوا معايا تضمنوا هكذا بلي راح تلصق لكم كيما سبق وقلت لكم. العجينه ولا لاباط ما تريحش، ما لازمش تخلوها تريح خاطر الفرينه تشرب. شوف كيفاش ندير. حنستعمل لكم هذه الجهه وهذه الجهه من الطابع باش تشوفوا كامل الرشام كيفاش راح يخرج.
حفرت انا الحشو هنا. شوف باش تجي سوا الحبه، الحبات يكونوا قد بعضها. درجه من نوع واحد اخر. عرضت لكم واحده اخرى كما قلت لكم قبيل. لا تكستور تاع الحشو ولا تكستور تاع لاباط، تكونش هذا شويه شاد روحو ولا بات طريه، حين بعد الحشو ما يمشي لكمش في الحبه. الحشو تاني متخلوش يبان، عجين التمر متحملش بزاف الحراره، راح من بعد الطعم تاعها يتبدل. هذا رشام. نتوما ما حبيتو تخدموا الحبات تاعكم كامل بهذا، كامل بالوسطاني، كامل تحبوا تنوعوا كما حبيتوا. حاجه واحده اخرى حبيت نوريها لكم، كاين بزاف اللي ما يعرفوش هذه لاستوس، انه الرشام اللي في الحبات سواء هذا ولا غريبيه ولا كاين بزاف حلويات راح نتعلموها المرات الجايه ان شاء الله. هذا الرشام راح يروح لهم في الفرن، يكون قبل كي تكون العجينه وهي بات تكون شكل، بعد ما طيب راح تتبدل الشكل ولا يتبحر لها الشكل تاعها. شو هو لاستوس اللي لازم ديروها وهما واجدين هكذا. تحطوا البلاطو تاعكم هذا في الثلاجه واحد 30 دقيقه ساعه، كل وحده وكيفاش كل وحده والوقت. يعني كانت السيده مجروبه بحلويات تاعها تخليها 30 دقيقه، لا كانت ماشي مجروبه تخليها واحد ساعه. ومن بعد من الثلاجه للفرن، درجه الفرن الطياب تاع المعمول 160 درجه 15 دقيقه كل وحده، والفرن تاعها ثاني ناكد لكم بلي كل وحده والفرن تاعها من 15 ل 20 دقيقه كل وحده والفرن تاعها. يطيبوا من تحت برك، طيبوهمش من الفوق، خاطرش المعمول لازم يطيب ابيض. حاجه واحده اخرى، بعد ما تخرجوا المول من الفرن تخليوه كيما راه، خاطرش الحبات يكونوا طريين بزاف وراحين يتكسروا. تخلوا الحبات كيما راهم كيما سنيتوهم المره الاولى، ترشوهم بسكر طب، تخلوهم حتى يبردوا باش نحو. المعمول ما يتكلش، هذه من الجانب الصحي، يعني انا مجربه من الجانب الصحي حابين ننصحكم برك المعمول ما تاكلوش هو سخون، لازم تخلوه يبرد. هذا هو الشكل النهائي، ان شاء الله توفقوا في تحضيره. هذو الحبات تاع المعمول بعد ما وجدناه، جزء انا درت له سكر طب وجزء خليته باش تشوفوا الرشام تاع الحبه كيفاش يبقى على حاله، ما يتبدل له ما يروح له والو. شوف نقسم لكم حبه باش تشوفوا، نقسم لكم هذه شوفوا معايا راح يبقى طري يذوب في الفرن. شوف على بها كنت نقول لكم لا تكستور تاع لاباط هي لا تكستور تاع الحشو، باش الحشو يمشي لكم على طول الحبه ولا عرض الحبه كيما حبيتوا، يمشي لكم على الحبه كامل. الطياب تاعو من تحت شوفوا، نقول لكم حبه واحده اخرى، شوفوا كيف يطيب من تحت، من الفوق تخلوه ابيض ما تشالوش عليه من الفوق، طيبوه من تحت برك. احنا استعملنا الحشو التمر كامل، تعرفوا فوائد التمر. الحاجه اللي ممكن ما تعرفوهاش هي الفايده نتاع نواه التمر. كاين ناس بزاف بعد ما يستعملوا الغرس يرميو هذيك النواه، انا هذيك النواه استعملتها، شوفوا كيف ولات. هذيك النواه انا نظفتها من بقايا يعني تاع الغرس، غسلتها من الليدام اللي فيها، حمصتها على الطاجين. كاين سيدات يقولوا ما عندناش طاجين ولا، تقدروا تحمصوها في الفرن، بصح تكون لازم البيت تاعكم في هذاك النهار تهويوه مليح لخاطر راهو يخرج منها واحد الدخان، تكون البيت تاعكم يعني تهويوه في هذاك النهار، تحمصوها لدرجه انها تكون يعني تقدروا تطحنوها. تقدروا تستعملوا منها مغرف صغيره ولا نص المغرف صغيره في الكحل تكحلوا به، يساعد بزاف في تقويه البصر وتكثيف الرموش. ولا كاين خلطه واحده اخرى تقدروا تستعملوها اللي هي ملعقه كبيره من نواه التمر، هذا ملعقه كبيره تستعملوا منه، زوج مغارف كبار من حبه البركه تكون ثاني مطحونه، كوب ونصف من زيت الزيتون،
تحركوهم مليح، تحطوهم في بلاره تاع الزجاج، تخلوهم مده 3 ايام. بعد 3 ايام نتوما تقدروا تستخدموهم تفركوهم يعني مليح على الفروه تاع الراس، والباقي يعني تستعملوه على شعركم. ومن بعد تخليوه واحد 4 ساعات، ومن بعد تقدروا تغسلوا. هذه الخلطه تقدروا تستعملوها مده اسبوع، ان شاء الله تلقاو النتيجه. كاين اللي يقول لي شي الفائده تاعها، هذه الفائده نتاعها انها تمنع التساقط، تكثف الشعر، وتساعدكم ثاني الشعر تاعكم يجي مليح. نتمنى انني وفقت تحضير هذه الوصفه واستفدتوا من المعلومه، وان شاء الله توفقوا وتنجحوا في تحضير المعمول. والسلام عليكم.